خلاص الحكومة الألمانية الجديدة جاية بعد ما اتفقوا على جميع القوانين اللي هيتم تغييرها بالنسبة لقوانين الجنسية وقوانين الهجرة وقوانين جلب العمالة المهرة لألمانيا وقوانين لم الشمل وقوانين اللجوء. قوانين كتير قوي تم الاتفاق عليها ان هي تتغير، كانت الحكومة القديمة متخذاها في القانون الألماني، بالفعل تم الاتفاق ان هم هيغيروها. اهم الحاجات اللي هتتغير ديت هو أول حاجة منها قانون الجنسية. بالفعل تم تغيير قانون الجنسية وهيتم الإقرار العمل به خلاص أول ما الحكومة الألمانية تمسك. قانون الجنسية اتغير وقللوا المدة طبعا، أو المدة اللي كانت متقللة اللي هو في حالة الاندماج السريع. لو انت اندمجت سريعا في المجتمع تقدر ان انت بشروط معينة تاخد الجنسية بعد 3 سنين، ده خلاص تم إلغائه نهائي، وما تقدرش تقدم على الجنسية وتقدم طلب على الجنسية غير بعد إتمام 5 سنين كاملين على الأراضي الألمانية بعقد عمل وطبعا راتب شهري. ما في طبعا ليها شروط كتير جدا نبقى نتكلم عليها في فيديو تاني. اهم القرارات برضو اللي خدوها، اي حد في المانيا كان مقدم لجوء ومعاه اقامة حماية سنوية سواء بسنتين او ب3 ممنوع ليه انه يعمل لم شمل لعيلته اللي بره المانيا. تالت حاجة بقى وهو إرجاع اللاجئين من على الحدود وتجديد الحراسة والشرطة الحدودية على الحدود الألمانية مع الدول المجاورة. وفي حين إن أي حد جاي من أي دولة تانية حوالين ألمانيا وعاوز يقدم لجوء أو هو له بصمة أو فيزا في أي دولة تانية في أوروبا أو في الاتحاد الأوروبي عموما، هيتم إرجاعه من على الحدود للدولة اللي جاي منها. فموضوع إن أنت تكون في أوروبا وتيجي عايز تيجي في ألمانيا وتقدم لجوء، أو ان انت عايز تيجي تقعد في المانيا، للاسف الشديد لو مش بوضع قانوني هيكون طبعا الموضوع مقيد تماما، والحكومة بالفعل قفلته تماما ارجاع اللاجئين من على الحدود الالمانية وتجديد الحراسة على الحدود الالمانية. رابع حاجة معانا وهي السماح بالترحيل لسوريا وافغانستان، في حين ان الحكومه القديمه حتى كانت المجرمين من الدول ديت ما كانتش بترحلهم. الحكومه الجديده قال لك اي حد هيتجاوز القانون ويتعدى القانون ومش هيحترم نفسه ويحترم البلد اللي هو فيها طبعا هيتم ترحيله لسوريا وافغانستان. وده قرار انا متفق معاه جدا، لاي دوله واي حته اللي هيقعد هنا يقعد باحترامه وادبه، مش غير كده طبعا هيتم ترحيله للدولتين دول بالذات. والدولتين دول الحكومه الجديده اكدت عليهم ان هم هيتم الترحيل فعلا للدولتين دول في حين ان الشخص ارتكب اي خطأ ضد الدوله الالمانيه. خامس حاجه بقى وهي اهم حاجه واهم نقطه هم كانوا بيعافروا عليها، ان هم هيقفلوا مواضيع اللجوء تماما ومش هيدخلوا في اي ملف لجوء تاني يخص اي دوله في العالم. المانيا قالت خلاص شكرا كده على اللاجئين، مش عايزين لاجئين تاني ومش عايزين حد يجي يقدم لجوء تاني خالص. كده نكون جبنا معظم الحاجات اللي اتفقوا عليها وبالفعل هيتم تطبيقها من بداية من الأيام ديت. خلاص المستشار الألماني هيتنصب في مكانه الجديد ووظيفته الجديدة. هنشوف الأيام الجاية رايحة بينا على فين. قرارات إلى حد ما كويسة ما عدا موضوع الجنسية ده، لأن هو كان برضو موضوع الجنسية ده كانت ناس كتير حاطة أملها عليه. اكتب لي في الكومنتات تحت رأيك ايه في القرارات الجديدة اللي الحكومة الألمانية أخدتها وتأثيرها هيكون عامل ازاي على ألمانيا. نأمل طبعا ان يكون تأثيرها بالإيجاب، ونشوفكم في فيديو جديد وأخبار ألمانيا تاني. بالتوفيق للجميع.